تخيل انك قدامك فيديوهين نفس العنوان ونفس المحتوى نفس كل حاجه، بس الفرق في الصوره المصغره. واحد فيهم الصوره بتاعته قويه واحترافيه، والتاني زي ما تقول كده اتعمل في 5 دقايق. اضغط على اي واحد، اكيد اللي صورته قويه. وانا في الفيديو ده جاي اعلمك ازاي تعمل صوره مصغره احترافيه ومن تليفونك بس، ومن على تطبيق لايت موشن. علشان تعمل صورة مصغرة احترافية فانت بتعدي ب5 خطوات. والخطوة الأولى إن انت تعمل تغذية بصرية، وأحسن مكان للتغذية البصرية هو اليوتيوب وبنترست. لو جينا ودخلنا على بنترست وكتبنا في البحث صورة مصغرة، هيظهر لنا صور مصغرة من جميع الأشكال والألوان اللي تحبها، وأي صورة منهم تعجبك دوس عليها وهيظهر لك أكتر من صورة مصغرة زيها، وتقدر تعمل تغذية بصرية براحتك. وأي صورة منهم تعجبك خليك حافظها في دماغك وروح تطبق عليها. والخطوة التانية معانا وهي الملحقات. منين نجيب الملحقات؟ أول طريقة معانا إن هي نجيبها من بنترست، والطريقة التانية إن احنا نجيبها من التليجرام، وسايب لكم رابط التليجرام عندي في الوصف. لو أنت محتاج ملحقات هتلاقيني سايب لك رابط تحميل ملحقات في الوصف. في المقاس بتاعنا هنختار، ندوس على الزائد، هنختار 1080 60 فريم، ونختار المقاس ده بتاع اليوتيوب. بعدين ندوس انشاء مشروع. انا هشرح على الصورة اللي كنت هعملها. اول حاجة هنضيفها خالص وهي الخلفية بتاعتك عادي، وبعدها تاني حاجة هنضيفها هتكون الشخصية برضو، ونضيفها ونظبطها على اليمين. وتالت حاجة هنضيفها اضاءات الشخصية. هنيجي نجيب دايرة زي دي ونضغط على تحرير الشكل ونعمل لها شكل كده زي ده كده. بعدين نخلي اللون بتاعها لون مثلا اخضر، ونجيبها مثلا نظبطها على قد الدراع هنا بالظبط كده. وهنيجي ندوس على ال3 نقط اللي فوق وهنخليها انشاء قناع، علشان تكون الاضاءة ديت على الشخصية بس مش على الخلفية. بعد ما ندوس انشاء قناع هنخش على التأثيرات، اضافة تأثير، وهنحط التأثير اللي هو التمويه الضبابي ونعليه شوية. هنيجي ننزل دي تحت فوق الشخصية كده بس. هتيجي بقى انت عايز تقلل الإضاءة تعليها براحتك من خلط وتعتيم، وتكرر نفس الخطوة ديت على جميع الدراعات كده. انا حطيت واحدة الناحية دي، واحدة الناحية دي، واحدة الناحية دي. يعني انا لو جيت دلوقتي وحركت واحدة زي ديت كده مثلا هتكون على الشخصية بس، لكن مش هتتحط على الخلفية، مش على الشخصية بس. بعد ما حطينا الإضاءات على الشخصيات هنيجي وهنضيف الصورتين المصغرين زي دول في الجنب، أي صورة مصغرة انت عايزها. وبعدين هنيجي ونضيف فلتر. لو عايز الفلتر ده بص على شكل الصورة عامل ازاي، وتقدر تتحكم في شكل الفلتر من هنا. لو عايز اغير اللون، لا مش من هنا، لحظة، من هنا. لو عايز اغير اللون كده، بس انا حابه كده احسن. وبعدين هنيجي ونعمل دي مثلا ثانية. مراحل، هنكتب مراحل تصميم، مراحل تصميم لوحدها، ونختار الخط واللون. وبرضه هنكتب صورة مصغرة لوحدها، صورة نشيل دي. هنجيب مراحل تصميم ونكبرها كده الخلفية، ونظبط بقى في الخط. مثلا هنختار الخط ده. بعدين هنيجي عند الحدود وندوس هنا اضافة حدود الخارج ونخليها اسود ونكبرها شوية كده. بعدين هنيجي عند التحريك والتحويل ونختار دي ونميلها شوية، ونيجي نرفعها فوق كده شوية ونكبرها. بعدين هنيجي ندوس على الزائد ونختار مربع ده وندوس تحرير الشكل ونكبر المربع كده شوية. برضه هنيجي التحريك والتحويل وعند دي ونخليه واخد الشكل المايل ده، ونخليها على قدها بالظبط كده. وننزل الطبقة دي تحت مراحل التصميم
ونظبطها، ونصغر دي كمان حبة كده، ونصغر دي حبة. بعدين هنغير لون المستطيل ده نخليه اصفر. لو مش عجبنا الاصفر هندوس هنا ونختار اللي في النص دي، ونجيب ديت نخليها كده في النص، ونغير اللون الاسود للون اصفر واللون الابيض للون برتقاني كده. وبعدين هنيجي نجيب الصورة المصغرة ونخليها لونها اسود، ونغير الخط بتاعها، نختار مثلا الخط ده. بعدين هنيجي نحطها في النص ونكبرها، وهنيجي برضو نميلها شوية، وبعدها الثغرة دي ودخلنا الحدود والظل ونضيف لها حدود فعل دي. وبرضو هنيجي على المستطيل ونعمل له حدود برضو كده. وبعدها هنيجي نخش على الزيت تاني ونجيب دايرة ونعملها بنفس الشكل ده، ونخليه لونه اصفر. وهنيجي على التأثيرات، اضافة التأثير، تمويه الضباب. انت لو عايز تعمل ظل زي ده اختار تمويه الضباب على اي حاجة، ونعليها شوية، ونيجي على خلطة وتعتيم ونصغرها شوية، ونيجي عند مراحل التصميم برضو نعمل لها ظل. وبعدها ديت نحطها في مجموعة واحدة وناخدها نب، ونخش على مشروع اللي احنا كنا مصممين في الصورة عادي. هنعتبر مثلا هنشيل دي، هندوس هنا وطبقة لصق، وهنشدها تحت ونثبتها بقى على المكان اللي احنا عايزينه بالظبط كده. وهنيجي بقى نضيف لها كام ظل كده تحت برضو. لو عايز نضيف الظل الاسود اللي تحتها دي هنقرا ونعملها بنفس الشكل، ونخلي لونها اسود. وهنختار خلطة وهنختار المؤثرات التمويه الضبابي ونعليها شوية بس. ودي كانت حلقة النهاردة، ياريت لو استفدتوا متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا زر اللايك. سلام.